بسم الله الرحمن الرحيم. نبص كده مع بعض على بروبلم 1. بيقول لي هنا ديزاين ميموري هافينج سايز 16 في 8 من 16 في 4 ميموري مديول. كان قال لي هنا استخدم 16 في 4 ميموري مديول عشان تكون لي في الاخر ايه 16 في 8. ده السايز بتاع الميموري. طيب وبعدين قال لي ارسم ذا سيمانتك شوينج ذا ادرس باص. الادرس باص بتاعي تحطه معاك في الصوره، والداتا باص نفس الكلام، والشيب سيلكت لاينز كونكشن تو ذا شيب. يعني ايه الحاجات كلها متوصله بالتوصيلات الادريسنج والباسز والداتا باص، تمام كده كله متوصل ببعضه. يبقى الفكره الاساسيه هنا ان كل موديول عندي هو 16، تمام كده، في 4. طيب يعني 16 موقع اللي هو ادرس في 4 بتات، تمام. يعني ال 16 ده اللي هو الادرس، والاربعه اللي هو الداتا، تمام، داتا بت. طيب وبعدين قال لي انت عايز تكون كام في الاخر؟ 16 في 8. يبقى تقسم 16، تمام كده، او ال 8 على 4 فيها الاثنين، يبقى هتستخدم 2 من 16 في 4 ده، تمام. مش انت عايز 16 في 8 وقال لي استخدم 16 في 4، يبقى تقسم ال 8 دي على 4 يديني 2، يبقى تستخدم 2 16 في 4 وتقوم جاي راسم الايه. ادي هنا ايه المربع ده كده، تمام، وتكتب عليه، ونفس الكلام المربع ده كده، وتكتب عليه 16 في 4 ميموري، تمام كده. ادي هنا 16 في 4 ميموري، لازم تكتب لي حاجه زي دي. يبقى العنوان اللي عندي ده مش هيتغير، البت هو اللي هيتغير، تمام. نروح بقى للادرس باص. هنا الادرس باص بتيجي ازاي؟ انت قال لي انت عندك 16 صح كده، 16 ادرس، يبقى 2 اس كام بيساوي 16؟ 2 اس 4، تمام. يبقى انت دلوقتي عندك ايه؟ قلت له انا عندي اربع مواقع، عندي اربع خطوط في الادرس. يعني هنا لو قلت له مثلا الاي نود والاي واحد الاي 2 الاي 3 كلهم بيصبوا عليه، كلهم بيصبوا على الميموري واحد وكلهم بيصبوا على الميموري 2، يبقى هو ده السهم بتاعه، تمام. وادي السهم بتاع الادرس، ادي انا كتبت الادرس بس اهوت، ونزلت هنا 2، تمام، دخل هنا و2 داخل هنا، تمام. نروح للداتا باص. الداتا باص هنا بيقول لي كل مديول بيطلع 4 بت، تمام. هو الداتا باص اهوت 4 بت. طيب هنقسم الثمان بتات على كده، اللي هو بيتقسم ازاي؟ قال لي هنا من الدي اللي هي اختصار لداتا، من دي نود، وبعدين دي 1 دي 2 دي 3 لانه 4، تمام، والاربعه التانيين هيبقى دي 4 دي 5 دي 6 دي 7، تمام كده. يبقى الاولاني ده على الميموري واحد، تمام كده، والتاني ده على الميموري 2. ادي هنا الميموري واحد، تمام، وادي الميموري 2. ادي هنا الداتا باص اهوت، كتب داتا باص، وادي هنا الاربع سلوك معايا. ادي هنا مثلا من دي 0 لدي 3 كله داخل هنا، ادي سهم هنا داخل على الميموري واحد، وهنا من دي 4 لدي 7 مثلا داخل على الميموري 2 بالسهم ده. وهنا بيكمل لي بيقول لي الشيب سيلكت، ما تنساش الشيب سيلكت لاين، تمام. ادي هنا الاس اتش ديت اللي هي شيب سيلكت، ادي هنا نقطه، تمام كده، داخله على الميموري الاولاني، تمام، وادي هنا الشيب سيلكت، ونفس النقطه ديت داخله على الميموري الثاني، لا اما تعمل سيلكت هنا لا اما تعمل سيلكت هنا، لو بيحدد مين اللي شغال دلوقتي. يبقى بكل اختصار اهوت، ادي هنا التو موديول عندي، ادي هنا الميموري 1 والميموري 2، تمام، 16 في 4 16 في 4 عشان يكون لي 16 في 8. وادي هنا الادرس باص، تمام، جبته اللي هو قال لي 16، يبقى 2 اس 4 في 16، يبقى عندي 4 لاين، تمام، اي داخلين هنا برده في ميموري 1 وبرده داخلين في الميموري 2، تمام. وقام جاي قال لي الداتا باص نفس الكلام 4 لاين، تمام كده، وتقسموا اللي هو كام من دي 0 لدي 3، تمام، ومن دي 4 لدي 7 هنا ميموري 1 وميموري 2، واختصارها بالايه بالاسهم دي. وقال لي طبعا الشيب سيلكت بتاعك، وهنا برضو الريد والرايت نفس الكلام بتاع الشيب سيلكت، هنا نقطه داخله الريد والرايت، ونفس النقطه داخله على الريد والرايت في الثاني، اللي هو انت هتكتب ولا هتقرا. نروح لبروبلم 2. بيقول لي هنا ديفلوب، يعني ارسم لي يعني 32 في 4 ميموري مديول باي كومبايننج باشتراك مع 16 في 4 ميموري مديول شيبس، تمام، او مديول مفيش اي مشكله. يعني قال استخدم لي 16 في 4 عشان تنتج كام؟ 32 في 4. طيب درو ذا سيمانتك، سيمانتك ده اللي هو الرسمه الاخيره يعني او الناتج النهائي. شوينج ذا ادرس باص، لازم توري لي الادرس باص، توري لي الداتا باص، توري لي الشيب سيلكت لاين كونكشن تو ذا شيب، تمام، اللي هو اللاينز بتاعتك، السلوك بتاعتك متوصله مع الميموري مديول اللي هو مديها لي. يبقى الفكره هنا اللي هو ايه؟ كل شريحه كام؟ 16 في 4. طيب المطلوب اللي انت توصل ل 32 في 4، يبقى انت كده عرض البيانات بتاعك ثابت، تمام، اللي هو الاربعه ده اللي هو العرض البيانات الداتا بتاعتك ثابت 4 بت. طيب اللي هنكبره هو ايه؟ هو الادرس، هو عدد العناوين بتاعتي، هنكبره من 16 الى 32، يعني هنستخدم 2. ادي هنا 16 في 4 دي 1 ميموري 1 و16 في 4 ميموري 2. طيب نروح نمسك الايه الادرس باص، تمام. الادرس باص هنا عندي كام؟ 32 ادرس، يبقى 32 ده بتبقى 2 اس كام؟ قال لي 2 اس 5، يبقى حلو قوي، يبقى الخمسه دي هي الادرس لاين عندي. ادي هنا هتكتب ايه الادرس، تمام كده، او الادرسنج، تمام كده، وبعدين تقول له خمس سلوك، وتقول له مثلا لو انت عايز تشاور عليها تقول له مثلا ايه نود ايه 1 ايه 2 ايه 3 ايه 4، تمام. يبقى هو دول الخمس ايه الخمس خطوط او الخمس سلوك اللي موجودين في الادرس، ونفس السلوك دي بتخش هنا، طب ادي هنا في الميموري واحد، وتخش برضه في الميموري 2.
قام جاي هنا قال لي ايه، انا عايزك تستخدم لي الادرسنج ده مع 16 في 4. طيب 16 في 4 يبقى 16 اللي احنا هنستخدمه بيساوي 2 اس 4. تمام، يبقى ايه نود ايه 1 ايه 2 ايه 3. طيب يعني انا دلوقتي مش هستخدم الخمس خطوط، انا هستخدم الاربع خطوط ده. طيب حلو قوي، هنستخدمهم ازاي؟ قال لي انت تستخدم الاي نود والاي 1 والاي 2 والاي 3 عشان يدخلوا على الشريحه اللي هو كام، اللي هم الاربعه. مش هو انت كده كده 32 دي، 32 بتساوي 2 اس 5. تمام، يعني دلوقتي عامل عندك خمس خطوط. حلو جميل. طيب انا هستخدم اربع خطوط اللي هو ايه نود ايه 1 ايه 2 ايه 3. تمام، ادي هنا الايه نود 1 2 3 مثلا، وده هيخش هنا. تمام، وده هيخش هنا. طيب دلوقتي انا عندي خمس خطوط، يعني انا استخدمت اربعه ناقص الاي 4. طيب قال لي انا هتستخدم الاي 4 ده كشيب سيلكت، اللي هو عمله فين؟ اللي هو عمله هنا ده. انا عمل شيب سيلكت اللي هو نازل. تمام، داخل هنا على شيب سيلكت. تمام، وهنا برضو واخد فرع منه وداخل على الشيب سيلكت التاني. تمام كده، يبقى انا استخدم كده اربعه عشان يخشوا على الشريحه على الميموري بتاعي، وخلى اخر واحد يحدد الشريحه اللي هتشتغل جاء شيب سيلكت. تمام. طيب ايه وظيفه بقى النوت؟ هنا في نوت كده صح، هنا في اللوجيك نوت اللي هو بوابه اللوجيك اللي هي بتعمل إيه عكس. يعني هنا لو دخل واحد تمام علشان يشتغل، هنا هيخش كام صفر. تمام، فيشغل ده. طيب والعكس صحيح، لو مثلا هنا دخل صفر تمام كده، النوت ده الصفر ده هيخليه كام؟ النوت هيخليه واحد، يبقى هو ده اللي هيشتغل وكده مظبوط. تمام، هي دي وظيفه النوت. نروح للداتا باص. هنا الداتا عندي كام كانت ثابته؟ كانت 4 صح، يبقى الاثنين نفس الداتا باص 4 بت، بس شريحه واحده بس هي اللي هتشتغل في كل مره. تمام، ادام قال لي 4 يبقى اقول له دي اختصار لداتا، دي نود دي 1 دي 2 دي 3. تمام كده، والاثنين مشتركين طبعا كلهم دوم طالعين لان ديت 4 مشتركه، 4 مشتركه بين الاثنين. يبقى هنا داخل تمام كده على الميموري واحد، وهنا برضو داخل على الميموري 2. تمام كده، يبقى احنا كده استخدمنا 2 من 16 في 4 ميموري مديول. تمام، وزودنا عدد العناوين باستخدام الايه الرابع الاي 4 الرابع. يبقى كده استخدمنا 4 داخل هنا في الادرسنج وداخل هنا في الادرسنج، واستخدمنا الاي 4 بتاعي عشان يعمل الشيب سيلكت. تمام، وطبعا استخدمنا النوت هنا علشان يعكس لي ونتحكم في الشيب سيلكت بتاعي. هنا لو اشتغلت في الميموري واحد تمام يقفل هنا، يبقى ما ينفعش يشتغل هنا، ما ينفعش يشتغل في الاثنين. تمام، والداتا باس عندي هنا 4 وهنا 4. تمام، فاشتركنا في الداتا باس دي 1 دي 2 دي 3 دي 4. تمام، او دي نود دي 1 دي 2 دي 3، اربع خطوط داخلين هنا. تمام، ونفس الخطوط داخله هنا. نروح مع بعض على بروبلم 3. بيقول لنا درو تيبيكال ميموري ريد سايكل اند اكسبلين. طيب ومديني في الكلوك بتاعي، الكلوك بتاعي هنا مديني ادي تي 1 تي 2 تي 3 وبعدين تي 4. تمام كده، مش عارف هنا تي دبليو يعني قصده تي 4 وبعدين تي 5. ماشي، يلي هي 1 2 3 4 5 6، ادي 6 نبضات من الكلوك عندي. طب قبل ما ابدا بقى لازم احط هنا النقط على الحروف واقول له هنا هو عايز الميموري ريد سايكل، يعني عايز شكل دوره القراءه عندي، وبعدين اشرحها كده ببساطه واحده واحده. طيب هنا بيقول لي هنا الكلوك بتاعي، وهنا ايه ال اي اللي هو بدايه الايه النود، او اللي هو بياخد اول سيجنال عندي. تمام، من الكلوك هنا الايه ال اي ادي هنا خد اول سيجنال عندي. الحته اللي فوق دي هي واحد. تمام، وهنا اللي تحت ده يبقى زيرو. يبقى انا هو خد الجزء ده، الجزء الاولاني من التي 1. تمام، خزنه في الايه ال اي. نروح للادرس الستيت اللي هي حاله الادرس بتاعتي، اللي هو بقى يعني بدا يبدا دوره القراءه عندي، اللي هو وضع العنوان بتاعي. تمام كده، او المعالج بيحط العنوان على الادرس باص. ادي هنا الادرس باص اهوت اللي بيحط العنوان فيه. تمام، طيب العنوان هنا بيحدد المكان اللي عايز يقرا منه. يعني مثلا لو حطينا 1 0 1 0 1 ده كده الادرس مثلا لعنوان معين، هنقرا من الادرس من الادرس ده مثلا. تمام كده، القيمه اللي موجوده في الميموري، هناخد الادرس ده ونروح نقرا القيمه اللي موجوده في الميموري على الادرس ده. وزي ما عملنا في الادرس تمام كده نعمل في الداتا نفس الكلام بالظبط. طيب اللي بيفرق معانا في الحاجات دي كلها هو الشيب سيلكت. المعالج بيفعل الشيب سيلكت عندي اللي هو بيبقى شغال على الاكتيف لو غالبا، اللي هو بيحدد لي اي ميموري شيب هي اللي هترد عليا. هنبدا بقى في اول تفعيل عندي اللي هو تفعيل القراءه او الريد سيجنال. تمام كده، ار دي ديت يعني الريد سيجنال. فهنا كان فوق. تمام، فوق دي يعني واحد. تمام، يعني هو بدا كده في القراءه، يعني هو خد الجزء ده كله في القراءه وبعدين نزل في اللو ده كده صفر ما قراش حاجه، رجع هنا قرا الباقي. تمام، طيب في ناس بتقول ان الشرطه اللي فوق ديت اللي هي النوت اللي هو العكس، يعني هنا ما قراش حاجه. تمام، وهنا قرا وهنا ما قراش حاجه. تمام كده، فهو في نوت في الموضوع، بس هي شغاله مش شغاله ديت حسب العامل الايه الشبايه نفسها، هو اللي عامل المديول نفسه هو اللي بيقرر على الموضوع ده. يعني كده في الاخر يعني الريد ده بيقول له ايه؟ بيقول للميموري هات لي البيانات من العنوان اللي انت واقف عليه، هات لي البيانات بتاعت العنوان ده وحطها عندي هنا في الريد سيجنال. وبعدها نروح على الداتا اوتبوت عندي اللي هو الميموري. بيقول لي هنا بياخد وقت صغير كده اسمه ايه اكسس تايم، اللي هو الايه الحته الصغيره دي ده اسمه اكسس تايم. بعدها بيحط البيانات على الداتا بس عندي. ادي هنا البيانات اتحطت. تمام كده، وبعدين نرجع تاني في الحاله بتاعته.
يبقى في نهايه العمليه في الاخر بقى ان البروسيسور عندي بيلغي الريد والشيب سيلكت، والبيانات بتختفي من الباص وبترجع للهاي امبيدنس اللي هي هاي زد. تمام. هنا ممكن يقول لي مصطلحات يعني وعرفها لي كده للزياده على المعلومات اللي عندي. تمام. ممكن يقول لي حاجه اسمها الاكسس تايم. الاكسس تايم ده اللي هو زمن من وضع العنوان زائد التفعيل بتاع الايه الريد لحد ظهور البيانات عندي في الداتا اوت. تمام. هو في نقطه تانية اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها، قلنا الهاي امبيدنس او الهاي زد، معناها ان الميموري سايب الباص. تمام. ومش بيبعت حاجه عليه. عندي هنا برضو اللي هو الدن. تمام. اللي هو الداتا انيبل، اللي هو بيفعل وضع الداتا لما ان الادرس بتاعه السي بي يو بيحط الداتا عنده. تمام كده. فهنا بيفعل الداتا، هنا بياخد الداتا اللي هو عايزها ويسيب الداتا اللي هو مش عايزها وهكذا. تمام. ده بيبقى سينكرونس كده مع الريد، اللي هو بيقرا بيانات معينه وفي بيانات ما يقراهاش، ويقرا بيانات تانية على حسب الجزء من الداتا اللي هو محتاجه والادرسنج اللي بيتحط عليه. نروح لبروبلم 4. بيقول لي درو اتيبيكال ميموري رايت. تمام. سايكل اند اكسبلين. تمام. طيب يبقى نشرح كده واحد واحد. هنا بيقول لي تي 1 ادي الكلوك بتاعي، تي 1 تي 2 تي 3 تي دبليو تي 4 تي 1 تاني. طيب يبقى تي 1 هنا تمام كده بدا من معايا بالايه؟ بالادرس فيز. يعني هنا المعالج قلنا بيحط العنوان على الاي نود لحد ايه 15 اللي هو ايه 16 بت. ادي هنا 16 بت ادرس عندي. تمام كده. يبقى العنوان بتاعي بيتحط على الاي نود لحد الايه 15. تمام كده. ادي 16 ادرس بتاعي. طيب من اي 16 تمام ل اي 19 ايه اللي بيحصل؟ قال لي ديت في اشاره اللي هي الاي ال اي. تمام كده. النقطه دي اللي هي بتساوي واحد، اللي هي بتثبت اللاتش العنوان، لان الخطوط عندي مالتيبلكسد. تمام. يبقى هنا الخطوط عندي هنا مالتيبلكسد، يعني في جزء بيعمل حاجه، جزء تاني بيعمل حاجه، جزء تالت بيعمل حاجه. ادي هنا التي 2 بقى بدا هنا من اول هنا. ادي هنا التي 2 هنا الستارت رايت. تمام. طيب الستارت رايت ده عرفت منين؟ ادي هنا نزلت تحت كده لقيت الرايت بتاعي بدا يشتغل من عند التي 2. تمام كده. طيب يبقى الرايت عندي بايه بدا يعمل عمليه الكتابه. طيب يبقى الباص بتاعي بيتحول من الادرس لداتا. طيب والرايت تمام بيساوي واحد، اللي هو بيبدا يبعت، هيبدا يبعت الايه الداتا دي. يبقى المعالج هيبدا يبعت البيانات عندي، فبيخلي ايه الداتا انيبل. تمام كده بتساوي واحد. ادي هنا داتا انيبل بدات تشتغل، يبقى ده تفعيل بيانات نقل الداتا. نروح للتي 3. هنا بيقول لي الداتا فاليد. طيب يبقى يعني المعالج هيحط البيانات على الداتا باص، يبقى البيانات بتبقى فاليد. تمام كده. فالميموري يقدر يقرا البيانات عندي. ادي هنا التي 3. تمام. كل واحده بتبدا تعمل لها كده. تمام. ودي 2 نفس الكلام، تقعد تعمل لها ايه الخطوط بتاعتها بس تبقى مستقيمه. تمام. نروح لنقطه اللي هي التي دبليو دي. دي دبليو ديت يعني الويت ستيت، يعني دي اختياري. لو الميموري بطيء المعالج يستنى شويه لحد ما تتم العمليه. يعني العمليات اللي قبلها دي كلها تمام كده بتستنى شويه او بتاخد وقت، غير لو الوقت اللي خدته ده تمام. لو الوقت اللي خدته ده طلع قليل، فهنا بيديني التايم ويت، بيستنى شويه لحد ما ايه التايمنج اللي قبله ياخد وقته لحد ما يخلص العمليات اللي على الدور. طيب ويبدا بقى العمليات الجديده في عند التي 4 اللي هي الاند سايكل بتاعتي. ليه؟ لان التي 1 ديت بدايه العمليه الجديده. طيب التي 4 هنا بيقول لي انا هبدا ارجع الرايت بتاعي. تمام كده. هيبدا يرجع. ادي هنا التي 4 اهوت. نقعد نعمل كده. تمام. ونشوف ايه اللي بيحصل في العمليه دي. انا لقيت الرايت. تمام. ادي ان الرايت اهوت بدا يرجع، خد اللي هو عايزه خلاص وبدا يرجع. يبقى ده كده نهايه الكتابه. طيب معاها برضو نفس الكلام هنا الداتا انيبل هنا بيقفل نقل البيانات، خد البيانات اللي هو عايزها وبدا يقفلها، والباص يرجع للهاي امبيدنس. تمام. اللي هو بيفتح نقل البيانات على الباص خلاص، اللي عايز يبعت تاني بيبعت. وهنا بقى الداتا ريد ده لازمتها ايه؟ قال لي ده السي بي يو بتاعي، لو هو ده بيتساوي واحد يبقى السي بي يو يقدر يرسل اللي هو بيعمل رايت. تمام. طيب لو بتساوي زيرو تمام كده، يعني هنا السي بي يو بيستقبل بيانات. الملحوظه بتاعت البي اتش اي تمام، اللي هي اختصار للباص هاي انيبل، اللي هو بيتحكم في كتابه البايت العالي. مثلا لو البايت عندي اهو من الدي 8 لدي 15 مثلا، كتابه البايت العالي منه، او البايت المنخفض اللي هو من دي 0 لدي 7. تمام. هنا معلمنا على الدي 16 ودي 19، ده كده الجزء الخاص بالايه بالهاي بايت او البايت العالي بتاعي. يبقى بدأنا خالص كده ان السي بي يو بيحط التايمنج عندي او الادرس بتاعي عند التي 1، بدأ عند تي 1، وبعدين الاي ال اي تمام كده بيقوم جاي مثبت العنوان، وبعدين الرايت بتاعي ينزل على التي 2. هنا بدأ مع موضوع الرايت تمام كده مع التي 2 هنا، وبعدين السي بي يو بيبعت الداتا على التي 3. تمام. وبعدين الميموري بيبدأ يكتب البيانات ويقفل عند التي 4. تمام. ويبدأ يعمل عمليات جديدة بقى بعد التي 1 تاني. في شويه ملاحظات كده لازم تهمك. تمام. وتبقى عارفها عشان تفهم الرسومات بتاعتنا. هنا بيقول لي البيانات بتاعتي لازم تكون فاليد قبل نهايه الرايت، يعني طول ما الرايت هنا ما اتقفلش تمام البيانات بتاعتي لازم تبقى ايه تبقى فاليد. طيب والرايت بتاعي لازم يكون اكتف اثناء الكتابه. تمام. طيب واتجاه البيانات من السي بي يو تمام كده الى الميموري، الحاجات دي كلها لازم نهتم بيها ونعرفها.
نبدأ مع بعض كده في بروبلم 5. بيقول لي show how the memory read and memory write signal are derived from يعني الميموري ريد والميموري رايت بيجوا منين؟ من الميموري انبوت اوتبوت والريد والرايت سيجنال. طيب يبقى عندي ثلاث سيجنال، ثلاث اشارات، هنا الميموري انبوت واوتبوت، وادي هنا الريد، وادي هنا الرايت، الثلاثه اللي هو مديهم لي دول. وقال لي في اوبريشن بيحصل في انواع، اربع انواع للاوبريشن دي، وكل نوع بيبقى لها طريقه خاصه او ظروف خاصه. طيب هنا اول حاجه عندي انبوت واوتبوت ريد. طيب ادام قال لي انبوت واوتبوت يبقى دي بره عن الميموري، تمام. طيب ريد يبقى بروح على الريد، تمام كده، واقول له ايه؟ تروح تحط الايه الواحد هنا عند الرايت، تمام، وتخلي الريد والميموري انبوت واوتبوت بصفار. طيب على عكسها هنا الانبوت واوتبوت رايت. طيب انبوت واوتبوت يعني الميموري عندي صفر. طيب رايت يبقى تروح عند الريد هنا وتكتب واحد وتحط عند الرايت بصفر. طيب ميموري ريد شال انبوت واوتبوت وحط لي ميموري، ادام جاب لي سيره الميموري يبقى بحط واحد عند الميموري، تمام. طيب ريد هنا يبقى احط واحد عند الرايت واخلي الريد بزيرو، تمام. طيب ميموري تاني يبقى واحد عند الميموري. طيب رايت هنا بحط واحد عند الريد، تمام كده، واحط الصفر عند الرايت. يبقى هنا الميموري انبوت واوتبوت، تمام كده، لو الميموري هنا بيساوي واحد، تمام كده، الانبوت والاوتبوت هتساوي صفر، تمام. والريد والرايت عندي دول الاثنين اكتف لو. يبقى هنا لو انت عايز تعمل ايه، تعملها باللوجيك جيت، تقول له هنا انت عايز ثلاثه سيجنال، هنا ريد هنا رايت وهنا في النص الايه الميموري انبوت واوتبوت. طيب الميموري انبوت واوتبوت ديت بتبقى شغاله في الميموري انبوت اوتبوت بواحد، وغيرها شغاله في ايه بصفار، تمام. طيب يبقى هنا حط نوت علشان دول لما يبقوا بوحيد دي تبقى صفر، دي لما تبقى بواحد دول هيبقوا بصفار. يبقى انا حطيت نوت اهيت وداخل على السيجنال، انهي سيجنال بقى؟ ادي هنا جزء عند الايه الاكزور، تمام كده، وهنا ادي الميموري ريد وهنا الميموري رايت. طيب غيرها في الانبوت اوتبوت مش موجوده اصلا، تمام. يبقى الريت هنا داخله هنا كجزء يعني، وهنا الرايت داخله كجزء. طيب وفي جزء بقى داخل من ال الاكزور ديت مع الاكزور الثانيه، تمام كده، عشان تطلع لي الريد، تمام، وطلع لي الرايت. هنا الانبوت واوتبوت ريد وهنا الانبوت واوتبوت رايت، تمام، وهنا الميموري ريد وتمام كده والميموري رايت، تمام، تحت بعض اهو. طيب هنا بقى ممكن نقول الاكزور دي بتشتغل ازاي. اول حاجه بتاخد اتنين انبوت وبتطلع انبوت، تمام كده. طيب بتاخد مثلا لو صفر وصفر او واحد واحد، دول متشابهين، صفر وصفر متشابه، واحد واحد متشابه، بتطلع لي على طول ايه صفر، تمام. طيب لازم تاخد صفر وواحد او واحد وصفر، تمام كده، لازم تطلع مختلفين عندها بتطلع واحد، ودي كده الايه طريقه عمل الاكزور. طيب هنا بيقول لي مثلا انت عايز تطلع الانبوت والاوتبوت ريد مثلا. طيب هنا بتدخل الريد عندك كام صفر، ادي هنا الصفر داخل اهو. طب عشان تطلع انبوت اوتبوت ريد لازم هنا الايه اللي داخل تاني يبقى بواحد علشان يطلع لي انبوت اوتبوت ريد. فهنا حط لي الرايت هنا بواحد، تمام. فهنا اللي داخل هنا واحد، حلو، فطلع انبوت اوتبوت ريد. طيب الواحد اللي دخل ده هو برضه هيخش هنا. طيب نشوف الانبوت واوتبوت رايت. هنا الانبوت اوتبوت رايت اهوت داخل في ايه؟ في الريد. يبقى الواحد المختلف عنده هيبقى في الرايت، ادي هنا الرايت اهوت داخل بصفر، تمام. هنا نفس الكلام، هنا الميموري انبوت واوتبوت، هنا لو دخلت صفر النوت هيدخل هيبقى واحد، هيبقى واحد هنا واحد هنا، فهنا هيطلع لي ميموري، يبقى الميموري هيطلع لي وحيد، تمام. طيب هنا هياخد السيجنال الثانيه منين؟ من انبوت واوتبوت ريد او الانبوت واوتبوت رايت. طيب هنا مثلا وليكن هنا خد الصفر، تمام، من الانبوت واوتبوت ريد، فهنا صفر وواحد، تمام كده، ادي واحد وصفر. هنا الميموري اوتبوت دي كده بواحد، تمام، وهنا الصفر هنا جاي من الرايت، ادي هنا الصفر جاي من الرايت، يبقى الميموري بتاعتي رايت، ادي الميموري رايت، ادي هنا ميموري رايت، تمام. هنا لو الصفر هنا ده ولا داخل، تمام، ادي هنا صفر من الرايت، تمام، ادي هنا صفر من الرايت، وادي هنا واحد من الميموري اوت، هنا واحد من الميموري اوت، تمام. يبقى على طول هتبقى ايه؟ ميموري ريد، ادي هنا الميموري ريد بتاعتي، تمام. ده كده التفصيل الوحيد من الايه، من استخدام ميموري ريد والميموري رايت عندي باستخدام الايه التلاته سيجنال عندي الاساسيه اللي هو الريد والرايت والميموري انبوت واوتبوت.